السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سمعتوا الطشة؟ شميتوا ريحة الملوخية الخضراء؟ اهي دي متفرزة في الفريزر وهتقعد عندنا من السنة للسنة. كل ما تطلعيها وتعمليها تبقى خضرة فريش زي ما انتوا شايفين كده. تعالوا نشوف هنحفظها ازاي. اول حاجة هجيب الملوخية البلدي اللي الورق بتاعها كبير، ورقتها عريضة وكبيرة مفرودة، والعود بتاعها لونه مخضر وطازة، تحسي كأن العود مليان مية من جوه. بنقطع البرعم بس بالورق اللي جواه. اهم حاجه لازم البرعم ده بحته العود الصغيره زي ما انتوا شايفين كده، لان هو ده اللي هيعمل لها عرق حلو وكمان يحافظ على الخضار بتاعه الملوخيه. ودي اسرار الاسرار. بنقعد نقطفها زي ما انتوا شايفين كده. بنقطفها ازاي؟ بناخد البرعم بحته العود اللي فوق في اول العود بتاع الملوخيه من فوق بالشكل ده، وبعد كده احطها في مصفى واديها غسله متينه واجيبها منديه بميتها زي ما هي. اوعي تعرضيها الهواء وتسيبيها تنشف في المصفى، هتأكسد ولونها هيغمق، ولما تيجي تخرطيها وتفرزيها تطلع لونها غامقه معاكي ومسوده. طب بنعمل ايه؟ عندي الفوطه بتاعه الاكل، فوطه الخضروات كلها بتاعه المطبخ، بنشف فيها كل الخضروات وخصوصا الملوخيه. بروح جايبه الملوخيه بميتها، يعني حتى ما بسيبهاش في المصفى تصفي الميه بتاعتها، لا بميتها زي ما هي، واروح لفه كده الفوطه عليها بالشكل ده، وبعد كده اروح جايبه الجناب مطبقاها عليها، وانتي بتلفي بقى حاولي تضغطي بايديكي، مش تعصري، لا اضغطي بس كده. بصوا الفوطه عملت ايه؟ شربت الميه لكن مخليه الملوخيه من جوه لسه منديه. شايفين الفوطه شاربه الميه الزياده لكن الملوخيه طريه من جوه، وده المطلوب. بعد كده هنروح جايبين الصينيه الحلوه بتاعتنا، او شوفي بقى انتي بتخرطي الملوخيه على ايه، واروح مفضيها وكده هي لسه منديه. لو فتحت الملوخيه من جوه هلاقي لسه فيها شويه ميه، هو ده ما تقلقيش. اوعي ابدا الخضار كله الورقيات بالذات تنشفيها، اوعي تنشفيها في الهواء، حتى النعناع نفس الحكايه. بعد كده بقى يا ستي مبدئي في الملوخيه المخرطه، ما بعترفش باي حاجه اخرط بيها الملوخيه غير المخرطه. وايه بنجيب بعد كده بقى السائل او سائل الحفظ اللي هنحفظ بيه الملوخيه، وهو ده السر. بعد ما اكون خرطتها كويس ونعمت معايا بالشكل ده، بجيب لتر ميه سخنه. ما تسمعيش كلام اللي يقولك فرزيها بميه ساقعه هتطلع مسخه. بصي كده لتر ميه سخنه بحط فيه معلقه صغيره توم، معلقه صغيره كزبره، ونص معلقه صغيره سكر، وادوبهم في بعض. السكر هنا هو ماده الحفظ، والسائل اللي انا عملته ده هيخليلك الملوخيه سكر يا اخواتي، سكر والله. وبعد ما تكون اتخرطت كويس قوي كده هروح واخده بقى سائل الحفظ ده واخد كبشه بكبشه على الملوخيه وافضل اقلب فيها. خلاص المخرطه كده دورها انتهى. خليكم فاكرين انا صاحبه المثل اللي بيقول الملوخيه من غير مخرطه زي الحله من غير غطا. خليكم فاكرين المثل ده. باخد بقى شويه بشويه من سائل الحفظ ده واروح حطاه كده على الملوخيه، وافضل اجيبها من الجناب على جوه ومن جوه على بره، فبتعمل لي مطه وبتعمل لي عرق زي بتاعه الشركات بالظبط. طول ما هي بتشرب الميه وهتفضل تعمل لي عجينه عامله صوت كده كأن جواها هوا. بصوا ازاي، هو ده السر بقى يا جماعه، ان العجينه افضل اقلب فيها وانا بحط السائل الحفظ بالشكل ده لغايه ما تاخد المطه الحلوه وتعمل لي العجينه اللي انت شايفينها دي زي الجاهزه بالظبط. اللهم بارك. بعد كده هجيب الاكياس بتاع اول كيس ده اتقلب اتزحلق من ايديا ولو جبته تاني برضو. بجيب الاكياس وبحط في كل كيس على قد الطبخه بتاعتك بالظبط، لان الكيس بيطلع من الفريزر يفك الاول قبل ما تشتغلي بيه. اتفقنا على كده؟ يعني الملوخيه ما بجيبهاش من الفريزر اروح كده سقطها في الشوربه على طول متجمده، لا طبعا ده برضو بيخلي لونها يغمق وبيخلي العرق الحلو يضيع منها. فكل اللي بنعمله بنطلعها من الفريزر تفك، وبعد كده هوريكم دلوقتي تشتغلي بيها ازاي طول السنة عندك ملوخية خضرة جوه الفريزر. اللهم بارك. بصي بقى الكيس بروح مبططاه كده بالشكل ده، بعمل كده الكيس أكلة يا جماعة. خلاص بصي، وما ينفعش أطلعها تفك، أخد منها اللي أنا عايزاه وأرجعها تاني هتبقى شمت الهوا. أدي كده الأكياس بروح عاملاها كده علشان كمان ما تاخدش عندك مكان في الفريزر. اللهم بارك. شوية ملوخية عسل. أنا الحمد لله رب العالمين مشهورة بتفريز الملوخية ده من سنين السنين.
بصوا بقى كده الملوخيه بقت عامله ازاي. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. استخدمت طقم حلل نايس كوكر، طبعا حبيبي انتوا عارفين اقوى حله في مصر الله اكبر عليها. بجيب كيس الملوخيه اللي فك من التلج، دي فكه، وبروح منزلاها جوه الحله كده، والحله لسه بارده بالشكل ده. شايفين المطه؟ بصي كانك لسه جايباها من بره. ولا اجدع شركه بتعمل ملوخيه. شايفين ملوخيه هاله لا يعلى عليها. وبعد كده عندي شوربه بتغلي على العين التانيه، بفضل اخد من الشوربه شويه بشويه، وافضل اضرب كده في الملوخيه لغايه ما اوصل للقوام المظبوط. عرايسنا في المطبخ وبناتنا الجداد في المطبخ اللي ما بيعرفوش يظبطوا الملوخيه، الطريقه دي سهله وبسيطه جدا، تقدري تظبطي فيها الملوخيه صح. بصي لقيتها تقيله، افضل ازود شويه. اهم حاجه الشوربه تكون بتغلي وعلى عين صغيره، والملوخيه برضو النار تحتيها هاديه، وافضل اقلب كده لغايه ما الاقي القوام تمام مناسب زي الفل. بعد كده اروح عامله لها بقى الطشه الحلوه بتاعتها. شايفين ازاي سيسيها كده؟ طريقه سهله وبسيطه جدا جدا. طريقه الحفظ سهله وبسيطه، لكن كل كلمه قلت لكم عليها اللهم بارك هتطلع لك الملوخيه دي طول السنه. انت عندك غيط ملوخيه جوه الفريزر. سيبك بقى من اللي مش عارف بيخزنوها ورق، اللي بيخزنوها صحيحه، اللي بيخزنوها بالعيدان. كل دي يا جماعه يعني بصراحه جربت كل ده ورجعت تاني لطريقتي القديمه اللي انا مشهوره بيها الحمد لله رب العالمين. دلوقتي بقى افضل اقلب فيها كده لغايه ما اوصل للقوام المناسب كده تمام. خدت معايا شويه الشوربه اللي كانوا موجودين، اللهم بارك، حلوه قوي قوي كده. نعمل لها بقى ايه الطشه الحلوه. هنجيب طاسه برضو من الطقم بتاع نايس كوكر، اللون الاسود حبيبي ده الطاسه الجميله دي والله بقت ايدي اليمين في المطبخ. وبحط كده معلقه سمنه، وبرضو هناك الملوخيه جنبي شايفين لونها عامل ازاي ما شاء الله عليها. بس كده، وبنزل بالتومه الاول وافضل اشوح في التومه من غير الكزبره الاول. التومه تاخد التشويحه الصح مع السمنه، وعايزه اقولك السمنه لازم تكون اكتر من التوم اللي انت حطاه. لازم التوم يبقى عايم في السمنه كده عشان يديكي لون للملوخيه اللهم بارك، وما تعملش ريم ولا تريم ابدا، ده سر اهو كمان. يلا يا ستي كل ده توم بس. اول ما الاقي التومه الصفار بتاعها ابتدى يهدى كده، اروح حاطه بقى الكزبره، لان الكزبره لو حطيتيها من الاول هتضحك عليكي، هتغمقي بسرعه وانت تفتكري ان التومه اتحرقت. يلا بقى على احلى طشه في الدنيا اللهم بارك عليها. هسيبكم دلوقتي بقى مع احلى طشه، اسمعوا وشموا الريحه. الله 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 الله، روعه ما شاء الله عليها ما شاء الله. شوية ملوخية والله كانوا سكر بمعنى الكلمة، لون وطعم وريحة. شوفوا لونها، بصوا لونها وهي بتتغرف في الطبق عاملة ازاي. اظن مفيش بعد كده. يلا قومي بقى دلوقتي ده وقتها، الحقي على طول اليومين دول الملوخية البلدي الجميلة ورقة عريضة مفرودة موجودة في السوق. هاتي الكمية اللي انت عايزاها وفرزيها. وما تنسوش يا جماعة امانة في رقبتكم تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان عيلتنا على اليوتيوب تكتر وتكبر بيكم وليكم. سلام عليكم.